سافرت مع ناس انا معرفهمش اصلا خالص. السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ الفيديو النهارده هو كوفي توك، بس انا بجد مرتبتش ولا كلمه هقولها، هو جالي فجاه كده وحبيت ان انا اتكلم فيه معاكم. بقالي فتره طويله نفسي اطلع رحله، مش لاقي حد يسافر معايا في اي مكان، فبالتالي كانت النتيجه ان انا قاعده مخنوقه في البيت 24 ساعه ما بتحركش من مكاني وبرده مخنوقه. فانا النهارده جايه اقول لك ما تعيشيش ميته لمجرد انه الظروف او انتي بتتخيلي ان الظروف ما عندكي. كده الظروف عمرها ما كانت في صالح اي حد مهما كان هو مين. الظروف يا جماعه مش في صالح اي حد اطلاقا. محدش بياخد حاجه او بيوصل لحاجه كبيره في حياته الا لما بيتحدى الظروف اصلا. يعني هي علشان توصلي لازم تتحدي الظروف اللي انت فيها. محدش هيجي يحقق لك احلامك. قومي انت بنفسك، اعملي اللي انت نفسك تعمليه، ومش عايزاكي تعيشي خالص دور الضحيه. انت مش ضحيه. محدش يلوم يا جماعه على الناس اللي حواليه ان هم مش بيساعدوه. محدش يلوم انه اصحابه مش بيخرجوا فبالتالي هو مش لاقي حاجه حد يخرج معاه. كل حد مشغول بنفسه في حياته. كلنا حياتنا فيها مشاكل مهما كان. انت شايفه ايه ظاهر الناس كلها عندها حواديت مغلقه في بيتها، فمحدش عارف حاجه عن حد خالص. كل واحد عنده مشكله، فما تستنيش حد ان هو يجي يحل لك مشكلتك انت، يبقى يسيب مشاكله كده يقول لا انا هتفرغ لفلانه احللها مشكلتها. محدش يفكر ان هو ضحيه. كلنا عندنا ابتلاءات وكلنا عندنا مشاكل، فمحدش هيسيب مشاكله ويجي يحللك مشاكلك. قومي انت بنفسك حلي مشاكلك. فانا بصراحه الفتره الاخيره لقيت انه انا الحمد لله الناس اللي حواليا كلهم كويسين جدا فوق الوصف ما شاء الله يا رب، ربنا يسعدهم جميعا، ولكن محدش فيهم فاضيلي ان هو يطلع معايا رحله او ان هو حتى يخرج يتفسح معايا. فعلشان كده كان لازم انا ادور. فانا لقيت انه الحمد لله معايا الماديات اللي تسمح لي ان انا اسافر، وكمان معايا الوقت اللي يسمح لي بكده، وكل دي نعم والواحد المفروض ان هو يستغلها. فعلشان كده قعدت ادور وكنت مكسوفه بصراحه. يعني مش هقول لكم انه انا بقى جريئه كفايه ان انا اعمل حاجه زي كده، لا انا كنت مكسوفه وخايفه كمان من الحركه اللي انا هعملها دي، لان انا سافرت لوحدي. يعني انا سافرت مع ناس انا ما اعرفهمش اصلا خالص يا جماعه. كل الحكايه ان انا عندي حد على فيسبوك اعرفه مثلا بقالي 9 سنين، عمرنا ما اتكلمنا خالص قبل كده. فقمت جايه داخله، انا دايما بشوفه في دهب، اللي هو انا اصلا بحسبه عايش هناك، ما انا بجد ما اعرفش حاجه عنه فعليا، ما اعرفش حاجه عنه. قلت اما اساله خلاص هو مثلا يعرف ناس بتكون بتودي دهب او كده. فسالته قلت له معلش ممكن تقولي على اي رحله تكون طالعه دهب قريب؟ فقام جاي قال لي خلاص انا كده بعمل رحلات وانا واصحابي طالعين قريب، فانتي حظك حلو انا كمان معايا جروب بنات طالعين فاطلعي معاهم. فانا سالته سؤال واحد علشان فعلا السؤال ده كان هيحدد اطلع الرحله دي ولا لا. قلت له طب الجروب البنات دول اصلا اصحاب ولا كل واحد فيهم لوحده كده؟ اي لا كل واحد لوحده. كنت تمام ان انا اوافق، لانه انتوا عارفين انه لو جروب بنات اصحاب هيبقى صعب ان انا ادخل جواهم. هم هيكونوا حابين طبعا ان هم يكونوا مع نفسهم وليهم حتى لغتهم في الحوار الخاصه بيهم، هم ليهم حكاياتهم وقصصهم، فما كانش هينفع خالص ان انا اسافر مع جروب اصلا هم بالفعل اصحاب. لكن لما لقيت ان كل واحده فيهم ما تعرفش حد، فقلت خلاص يلا سافر معاهم ونعمل ناس جديده واصحاب جديده. وقمت جايه قلت له خلاص ماشي انا معاكم، وسافرت فعلا معاهم. وبجد من اول يوم في الرحله وانا صاحبت كل الناس حرفيا، لان هو كله طالع يتبسط، كله طالع يفرح وينسى المشاكل اللي في حياته ولو لمده يعني اسبوع واحد بس، ويركز بقى ان هو يكون مبسوط. وبجد دي كانت احلى حاجه في الدنيا، لانه كمان هم ما كانوش واخدين اوتيل مثلا، لا هم كانوا واخدين شاليهات. طبعا الولاد لوحدها في شاليه والبنات لوحدهم في شاليه. كان الموضوع تحسوا كده ان هو كاننا عيله مع بعض، انه احنا عايشين مع بعض في شاليه، عارفين بقى عادات البنات وكده. فانا حبيت قوي الموضوع. في حاجه بقى يا جماعه انا زعلانه مننا احنا كمصريين فيها، احنا لو مش بنتكلم على مميزات البلد بجد محدش هيسمع عنها. يعني دايما بتسمعوا حتى مصريين بيعيشوا مثلا في دبي او الامارات او كده، بيقعدوا يقولوا ان هي مكان امن جدا، وانه لو سبت شنطتك في المكان ده هترجعي ولو بعد اسبوع هتلاقيها في نفس مكانها. على فكره دهب كده. انا رحت دهب تاني مره اروحها، بس اول مره رحتها كنت مع اخويا، ما طلعتش خالص بره الاوتيل فما شفتش دهب اصلا. لكن تاني مره رحتها اللي هي المره الاخيره دي، انا كنت حرفيا بنروح مثلا على خلاص هننام ميتين عايزين ننام فبنروح بقى، لكن غير كده احنا قاعدين في الكافيهات وقاعدين براحتنا خالص. الدنيا امان جدا لدرجه ان احنا كان معانا بنوته هي مزاجها ان هي تطلع تقعد على البحر بالليل، هي بتحب كده، فكانت بتطلع الساعه 3 الفجر عادي جدا. يعني انا بجد كنت خايفه جدا عليها. لقيت الناس اللي هناك اصلا بتقولي لا ما تخافيش، اصلا دهب مكان امن جدا، مستحيل حد يتعرض لحد خالص، رغم ان المكان مهيأ لاي مشكله. بس
لا مستحيل حد يتعرض لاي حد. كمان في حاجه حلوه قوي حصلت، انه احنا اخر يوم كان اصلا المفروض نسيب الشاليه الساعه 11 الصبح، واحنا كان المفروض انه الباص بتاعنا كان هيكون الساعه 7 بالليل. يعني هنقعد فين كل ده ومعانا الشنط وبتاع؟ اخدنا الشنط بتاعتنا حطيناها في كافيه في الممشى اللي هو مكان فيه كل الناس، ورجعنا لها الساعه 6. يعني احنا سايبينها من الساعه 11 لحد الساعه 6، ما حدش قرب للشنط. وانا كمان كنت حاطه ايه، كان في معايا واحده بيبسي كده كنت واخداها من، يعني كنا قاعدين في مكان، انتوا عارفين ساعات بتقعدوا في مكان بيفرض عليكم مشروب معين هو اللي بينزل اصلا مع الاكل. المهم حطيتها يعني فوق الشنطه بتاعتي، رجعت لها بعد كام 6 ساعات اهو تقريبا، ما حدش لمسها. يعني حتى ازازه البيبسي ما حدش لمسها اصلا. فعلا احنا ازاي مش بنتكلم على ان احنا عندنا بلد بالامان ده وبالجمال ده؟ حتى الولاد اللي معانا كانوا معاهم عجل، يعني كانوا مأجرين عجل بيسيبوه في اي حته في الشارع، مستحيل حد يلمس اي حاجه. احنا ازاي مش بنتكلم زي ما الناس بتتكلم على دبي والامارات ان هم بلد امان جدا، وان هو اي حد ماشي مستحيل حد يتعرض له باي كلمه؟ حتى هناك اللي هناك اصلا مصريين، يعني اللي انا شفته هناك قليل جدا. الاجانب اللي انا شفتها هناك طبعا في اجانب، بس اقصد ان بجد عددهم قليل قوي قوي مقارنه بالنسبه للمصريين. هل في مصري هناك بص على حد؟ ما فيش حد بيبص على حد خالص يا جماعه. احنا ازاي هناك سلوكياتنا راقيه كده بالرقي ده؟ الناس هناك فعلا بتتبسط، بس مبسوطين، بس حلوين، بس كويسين مع بعض. كنا ركبنا زي حاجه كده في الميه علشان نروح منطقه تقريبا اسمها ابو جالوم. فالمهم البتاع ده اسمه زويدك تقريبا او زودياك، حاجه كده بتمشي جوه الميه. كان في طبعا ناس معانا، ناس غريبه ما نعرفهمش اصلا. عايزه اقول لكم ان الناس دي شافونا، احنا ما يعرفوش اسامينا، ما يعرفوش عننا اي حاجه. شافونا بعد يومين في الممشى فوقفونا وسلموا علينا، واحنا بجد ما نعرفهمش ولا هم يعرفونا. فبجد الناس هناك بتبقى لذيذه. ليه بقى بنرجع تاني اماكننا العاديه نتحول ان احنا نبقى ناس مش طايقين بعض؟ ما اعرفش. المهم انا بجد زعلت قوي قوي انه احنا مش بنماركت لدهب كويس زي ما هما بيماركتوا لدبي والامارات وكده. وحتى المصريين نفسهم اللي في الاماكن دي هم كمان اللي بيقعدوا يعملوا فيديوز على اليوتيوب، انا سبت الشنطه اسبوع، انا سبت الشنطه 3 ايام ما حصلهاش اي حاجه. طيب احنا ليه مش بنتكلم على بلدنا بالطريقه الحلوه دي؟ وليه مش بنهايلايت حاجه حلوه فعلا زي دي؟ ان بلد تكون امان بالشكل ده، وان هي يكون فيها الامانه عاليه بالشكل ده، وان فعلا مهما تسيبي حاجتك مستحيل حد يلمسها. ما اعرفش، احنا محتاجين فعلا نتكلم في الموضوع ده علشان بلدنا تاخد حقها. ومنطقه زي دهب منطقه فعلا مهمه قوي في مصر، انتوا فاهمين طبعا، والعين عليها، ده بجد العين عليها. في حاجه زي كده احنا بجد ما كانش المفروض ان احنا نعديها كده وما نتكلمش عنها اصلا. ممكن علشان انا شغاله بقى في الماركتينج وكده فبدات اخد بالي من حاجات زي كده، لكن احنا فعلا محتاجين نتكلم على النقط دي. انا عارفه ان الفيديو على فكره ملوش هدف معين، هو ليه كذا اهداف كده صغيره في بعض. اول حاجه ما تفضليش قاعده مستنيه ان حد يجي يحقق لك احلامك، او ان حد يجي يساعدك ويقول لك تعالي انا هفسحك، تعالي انا هخليكي احسن او اسعد انسانه في الدنيا. ما حدش هيعمل كده، اعملي لنفسك الحاجه دي. بس في حاجه بصراحه، يعني انا ما رشحش ابدا ابدا ان حد اقل من مثلا 27 سنه يسافر لوحده. البنات طبعا، انا اصلا كده كده القناه كلها للبنات، يعني ممكن ده تفكيري انا، ممكن يكون تفكير قديم شويه، بس انا شايفه انه اقل من 27 سنه انت لسه صغيره قوي على انك تكوني لوحدك، خصوصا لو انت ممكن اي حد ياثر عليكي بالكلام او كده. لان طبعا في نسبه كبيره دلوقتي من البنات بيشربوا سجاير وشيشه، دول ابسط حاجه يعني دلوقتي. ولكن لو انت ما عندكيش الاراده الكافيه ممكن اي حد يلعب في دماغك. انا اسفه ان انا بقول كده، بس انا بصراحه ما بحبش فكره ان بنت تشرب اي حاجه عموما. مش بتجادج ومش ببص لها بصه وحشه، انا اصلا عندي اصحابي بيشربوا، عمري ما هبص للبنت دي ان هي حد وحش عشان بس نميز، ولكن هذا الفعل وحش طبعا. يعني خلينا صراحه مع بعض، انا اسفه لو اي حد بيشوف الفيديو وهو بيعمل كده، ولكن الفعل ده مش كويس. الفعل ده حتى مش من الانوثه ان هو يتعمل. فانا خاف بصراحه على بنت صغيره تسافر لوحدها. انت ممكن تسافري مثلا، انت مثلا من القاهره سافري اسكندريه، انت من اسكندريه سافري القاهره وهتروحي وترجعي في نفس اليوم. لكن تسافري اماكن بعيده قوي قوي كده لا بلاش. يعني ما احبش ان انا اشجع على حاجه زي كده خالص. انا عايزه برضو اقول لكم على حاجه، لو انتوا برضو عايزين تسافروا مع حد ثقه، فانا هسيب لكم لينك الاكونت بتاع احمد، لان هو بيسافر كتير جدا. يعني هو اصلا بيعمل جروبس سفر وبيجيب عروض كمان حلوه من الاماكن اللي هي في دهب وكده. وتقريبا قريب هنطلع رحله الفيوم، انا برضو طالعه معاهم. هو تقريبا هتبقى الفيوم دي يوم واحد بس مش اكتر من كده يعني. فهو بيعرف يجيب عروض حلوه واوفرز حلوه. يعني انا لما طلعت دهب من سنتين كنت طالعه انا ب 6000 جنيه لوحدي.
لوحدي. انتوا متخيلين ان انا السنه دي دفعت 2000 جنيه بس يا جماعه؟ بجد انتوا متخيلين الفرق اصلا؟ بس بصراحه المره اللي فاتت لما طلعت قلت لكم انا طلعت في اوتيل، الاوتيل كمان كان فانسي قوي، كان فيه 3 بولز وكان فيه بحر وكان فيه اكوا بارك، فهو كان فيه كل حاجه. لكن طبعا ده شاليه، فالشاليه بتعرفي تقسميه مع حد تاني. احنا كنا 5 بنات في الشاليه، فانا في الاخر لقيتني دافعه ايه في الرحله 2200 جنيه بالظبط اصلا في الرحله نفسها، في اللي هي في الاقامه والمواصلات اللي هي الذهاب والعوده. انتوا كمان ممكن تطلعوا اسره مع بعضيكوا في شاليه كامل، ممكن تطلعي انت واصحابك في شاليه كامل وهكذا. المهم يعني لو انت زي كده مش عارفه تروحي رحلات مع مين، فانا جبت لكم حد بجد ثقه وامان جدا جدا، يعني اضمنه لكم برقبتي حرفيا. هو شخصيه محترمه جدا فوق الوصف، وكمان بيجيب عروض حلوه. فانتوا ممكن تتابعوا الاكونت بتاعه تشوفوا مثلا هو دايما بيعلن انه يا جماعه احنا رايحين رحله لكذا يوم كذا وهكذا يعني. فانتوا ممكن تتابعوا الاكونت بتاعه، هسيب لكم لينك الاكونت تحت، او لو انتوا مثلا عايزين رقم التليفون ممكن برضو اسيب رقم التليفون تحت. بس انا الاكيد ان شاء الله ان شاء الله طالعه معاهم الرحله بتاعه الفيوم. هيعملوا رحله تانية لدهب في شهر 2 برضو بنسبه كبيره ان شاء الله طالعه معاهم برضو، لان انا بصراحه حبيت قوي الموضوع وحبيت الاجواء، حسيت انه كاننا اصحاب كده طالعين مع بعض، فبجد حبيت الاجواء قوي وفعلا غيرت في نفسيتي جدا جدا يا جماعه. انتوا مش متخيلين انا كنت محتاجه السفريه دي قد ايه، بجد فرقت في نفسيتي لدرجه ان انا عايزه ارجع تاني دهب. بس هيبقى صعب قوي ان احنا نيجي ونرجع تاني على طول، فاحنا مستنيين بقى لشهر 2. قلنا نطلع مثلا الفيوم تبقى الشهر الجاي، تبقى حاجه سهله كده يوم واحد، علشان انا بجد خلاص ما بقتش حابه خالص فكره ان انا ابقى قاعده في البيت. طول ما انت قاعده في البيت انت حياتك فعلا واقفه، انا كمان شغلي من البيت، فانا كل حاجه بعملها من البيت، فانا حرفيا كاني انسان ميت، كاني ما عنديش اي ذكريات. يعني انا بعد كده هاجي الاقي نفسي ضيعت حياتي كلها وانا قاعده في البيت، مفيش حاجه في حياتي بعملها، شغل وخلاص. الشغل ده هيفيدني بايه بعد كده لو انا لقيت حياتي كلها عدت وانا ما استمتعتش بيها وانا ما شفتش اي حاجه، مفيش اي ذكريات؟ يعني انا بعد كده هحكي ايه في حياتي؟ فاهمين اللي هو قاعده في البيت طول حياتي قاعده في البيت. انا قبل ما اروح دهب او قبل ما الاقي اصلا حد يكون بيروح دهب وسهل الموضوع وكده، كان دايما بيطلع لي الريلز بتاعت السفر دي، اللي هو ما تحسبش انك لما بتسافر بتدفع فلوس قد ايه في السفريه، احسبها دايما بانت بتكون ذكريات قد ايه وبتعمل ذكريات جديده لحياتك، بتعمل ذكريات هتفتكرها فعلا بعدين. وده بجد يا جماعه فعلا حسيته قوي قوي لما رجعت، حسيت ان انا حياتي حصل فيها حاجه جديده، حسيت ان انا عملت حاجه. انا حتى ما صورتش كتير وانا هناك، ولا اتصورت ولا هناك حتى عشان احط لكم فيديوز وكده، عشان كنت مبسوطه. حسيت انه من كتر ما انا مبسوطه انا اصلا محتاجه اكون جوه اللحظه، مش محتاجه اصور اللحظه، انا عايزه افضل عايشه اللحظه دي، مش لازم اصورها للناس، مش لازم الناس تشوف انا رحت فين ولا عملت ايه، لا اهم حاجه اكون انا مبسوطه في اللحظه دي. فبجد بجد فرقت في نفسيتي جدا جدا، وعايزه افضل طول الوقت كل شهر يكون ليا رحله كده لاي مكان في مصر، لانه بجد مصر جميله ومصر فيها حاجات حلوه قوي قوي. لو انتوا كمان مسافرين بره مصر او لو حتى انتوا اجانب، انا عارفه ان انا في ناس من بره مصر مش مصريين يعني بيشوفوني، تعالوا دهب، بجد دهب مكان امن جدا 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 فوق الوصف، ما فيهوش اي حاجه ممكن تكون وحشه، وبجد هتتبسطوا فيها قوي قوي. بس في حاجه اللي هي المنطقه بتاعت ابو جالوم دي اللي انا بقول لكم عليها، هي المفروض ان هي بحر، فانا بصراحه حاسه ان هي ما تستاهلش خالص ان هي تطرح. ليه بقى؟ عشان هي فيها خطوره، اللي هو الزويدك ده انا بصراحه برضو مش عارفه اسمه ايه. يعني لو انت مش بتعرفي تعومي هو ممكن يتقلب، اللي انا عرفته ان هو ممكن يتقلب اصلا. انا ما كنتش اعرف ان انا داخله على حاجه خطر بالشكل ده، لان وانت رايحه بتكوني عكس اتجاه الموجه، فانت الموجه بترفعك لفوق قوي وتنزلك تاني ترزعك، فده ممكن يطير اي حد. فعلشان كده لو انت مش بتعرفي تعومي، انا ما بعرفش اعوم، فلو انت مش بتعرفي تعومي بلاش، يعني انا شايفه ان دي مخاطره بصراحه. المكان هناك انا شايفه ان الساحل، البحر بتاع الساحل احلى منه اصلا. كده كده البحر الاحمر كله انا ما بحبش الميه بتاعته، البحر الاحمر انا شايفه ان هو مش مكان للنزول. يعني انا اسفه لو حد بيحب البحر الاحمر، لكن انا شايفه ان البحر المتوسط، مش هقول لكم بقى اسكندريه تحديدا، بس مرسى مطروح والساحل، الاثنين دول هم فعلا احلى بحر في الدنيا. ورحنا بقى اللي هو الهايكنج اللي هو بتاع تسلق الجبال ده كان حلو، بس للناس اللي هي برضو قلبها جامد شويه. انا قلبي شويه ضعيف، ولو انت مثلا عندك اللي هي الفوبيا المرتفعات وكده برضو بلاش. بس يعني ممكن تطلعي حته كده علشان ايه، تستمتعي شويه انك طلعتي جبل في فتره من فترات حياتك، وتتصوري صورتين وتنزلي على طول. ويا ريت طبعا يكون معاكي حد اصلا بيعرف يتسلق جبل، لانه انا اللي كانوا معايا فعلا كانوا بيعرفوا، هم اصلا بيحبوا
بيحبوا الموضوع ده ومتمرسين فيه كمان. بس عايزه اقول لكم ان هم رغم ان هم متمرسين فيه، يعني احمد ده اللي انا بقول لكم هحط الاكونت بتاعه ده، كان بعد الشر كان هيموت، لانه مهما كنت متمرس بس ممكن جسمه يخونه عادي. فبلاش مخاطره، انا ما بحبش المخاطره بصراحه، بحب دايما ابقى في الامان، اللي هو اعمل حاجه اتبسط بيها بس اكون في الامان. اهم حاجه جايه اقول لكم عليها النهارده، ما تضيعوش حياتكم في البيت ابدا ابدا. حاولوا تخرجوا بقدر الامكان، لو انت تقدري تنزلي شغل انزلي شغل. على فكره انا ايام ما كنت بنزل شغل اصلا ده كان حاجه حلوه جدا. اوعي تحسي ان دي مش نعمه في حياتك، والله العظيم يا جماعه نعمه. انتوا مش بتقدروا قيمه النعمه غير لما بتروح من ايديكم. يعني في ناس ممكن تقول الله قاعده في البيت بتشتغل من البيت، لا بجد دي مش حاجه كويسه. طبعا الحمد لله، انا ما بقولش ان دي حاجه وحشه، بس الحمد لله ان في شغل، كده الحمد لله ان في شغل، والحمد لله ان انا معايا نعمه الوقت. بس في نفس الوقت فكره انك قاعده في البيت ده اصلا بيجيب الاكتئاب، بيتخن. شوفوا انا تخنت قد ايه من بعد ما قعدت في البيت، عمري ما كنت في الوزن ده في حياتي. على الاقل لو انت غصب عنك مرتين في الاسبوع بتنزلي تشوفي فيهم حتى الشارع شكله عامل ازاي، اعملي ذكريات بدل ما حياتنا تعدي مننا واحنا ما عملناش اي حاجه في حياتنا. ولو انتوا فعلا عايزين جروب يكون امان ليكوا تسافروا معاه، انا ان شاء الله كده لو مسافره، لو انتوا حابين الموضوع ده اصلا، لو مسافره مع الجروب ده هكتب في ستوري مثلا على انستجرام ان انا هسافر معاهم. ولو انتوا اصلا عايزين جروب يكون امان تسافروا معاه، فانا هحط لكم لينك الاكونت بتاع احمد، هو بيعلن عنده عن اي رحله بيكون هيطلعها وكده. انتوا عارفين ان انا بحب احكي لكم على كل التجارب اللي مريت بيها في حياتي، سواء حلوه او وحشه، عشان تستفيدوا انتوا كمان منها وكده. فيا رب يكون الفيديو كان خفيف عليكم، وان شاء الله نتقابل مع بعض في فيديو تاني قريب. شكرا ليكم، مع السلامه.